لازم اوطي صوتي وانا بتكلم عن الرفايع الجديده دي عشان جوزي بجد جاب اخره حبه رفايع مهمه، واخر واحده بجد دي اهم حاجه عندي. كنت محتاره ابتديلكم بايه، ما لقيتش احلى من الحاجات الكالرفول اللي انتوا هتشوفوها دي مش كانديز ولا بونبوني، لا دي حاجه هنستخدمها في البيت ومهمه جدا. دي عباره عن حبيبات معطره لغساله الملابس. الباوتش بيجي باربع عطور زي ما انتوا شايفين، كل لون منهم بعطر. بناخده كده بحاله ونحطه مع الغسله في غساله الملابس. عايزه اقول لكم ريحته هاديه جدا وخفيفه قوي. الناس اللي بتتحسس من العطور القويه، لا ده ما فيهوش العطور القويه دي، بيسيب ريحه هاديه كده على الهدوم. بس نصيحه حطوا اتنين، لان الكيس الواحد منهم بيكون ريحته خفيفه قوي ومش باينه قوي. تاني حاجه بقى دي العشق الفرخيه الجميله دي بطلت اسلق البيض ولا اقول البيض ما استواش، البيض ما هيتكسر، لا بتكسر البيض ولا اي حاجه. هي بتشتغل بتايمر، بتديكي البيضه كده نص سوا زي ما انا بحبها او قرب السوا شويه. عايزه تحطيها كمان شويه تبقى سوليد اكتر، بتزودي الميه وتفتحيها شويه كمان، هتديكي البيضه سوليد زي ما انت عايزه، وهتاخد 7 بيضات، فهتبقى حلوه جدا في العزومات. انا ظلمت البتاع ده في الريفيو ده لاني ما صورتهوش كفايه. الميني ويسكر ده يا جماعه الجوكر بتاعي في كل، بعمل بيه دريسنج، بعمل بيه الاومليت، بعمل بيه النسكافيه، بينفعني في حاجات كتير جدا. حتى لما بقلب السكر في الشاي بقلبه بسرعه وبيدوب اسرع بكتير. الفوط دي لو شفتيها اشتريها، كنت فاكراهم حاجه كيوت وبس، طلع امتصاص غير طبيعي. ايدي مبلوله مجرد ما طبطبتها كده بس على الفوطه وتعلقيها في المطبخ ايدك بتنشف في ثواني، غير ان خامتها تحفه جدا وناعمه جدا وشكلهم رقيق قوي وكيوت جدا. وسعر الواحده كانت ب 25 جنيه، فيا بلاش. اطباق الاير فراير دي لازم تبقى عندك. عايزه اقول لك انها تسهل لك نظافه الاير فراير، مش هتبهدلها قوي، هتحافظ عليها على قدر الامكان، فلازم تكون موجوده عندك. وما تخافيش مش بتلزق الاكل فيها، في ناس بتلزق معاهم بس اعتقد بيشتروا نوع مش كويس. كمان اكياس الطعام دي انا ما بقتش استغنى عنها خلاص، بغطي بيها كل حاجه، تتبيلات، فرخه متبلاها، السلطه، اكل بايت من امبارح، جميله جدا وشكر قوي. بس هاتوا الحجم الكبير. ما سيبوا بقى المشابك فعالة يا جماعة. المشابك للغسيل مش لأكياس التوابل، شكلها ما بيبقاش ظريف خالص ووحش، والبديل بتاعها أوفر وأرخص وشكله جميل. المشابك بتاعت ايكيا دي يا جماعة لو شفتيها هاتيها، هتلاقيها دلوقتي عند بتوع الأدوات المنزلية موجودة وبسعر أرخص من ايكيا بكتير. بتيجي حجمين، حجم كبير والأحجام الصغير بيبقى 30 مشبك، بتكفي معاكي كل حاجة ومناسبة لكل الأكياس. عايزة أقولك بتحكم الغلق جدا للكيس، ما بتسيبش نفس فيه، غير إنها بتمنع الهواء يدخل، غير المشابك العادية. كمان شكلها بيبقى لذيذ وجميل ومنظم كده، يعني اصرفي ما تخافيش. ده كان فيديو رفايع النهارده، محبتش اطول عليكم عن كده، عندي رفايع كتير قوي، فلو حابين اجزاء تانية من الرفايع دي اكتبوا لي في الكومنتات وهعمل لكم منها اجزاء كتير. ومفاجأة الرفايع بقى الاختراع ده، انا جايبه منه كذا واحد، البتاع كان ب10 جنيه، موزعاه في كل اركان البيت، يعني في الشواحن، في كل اوضه فيها واحد، والناسه خفيفه كده وضوء خفيف بالليل ما يزعجش حد. كمان سايبه منه واحد في العربيه بيديني اضاءه حلوه جدا لو عايزه اكتب حاجه او اشوف حاجه معينه.